سعد الله أوقاتكم بكل خير. فاز المنتخب العراقي وتأهل إلى كأس العالم. خلينا نسمع هذا المقطع. نفذنا طلبك، اعطينا عطله يومين. اي الحمد لله. لكم ايضا مكافأة مفاجئة ما نعلن عنها ان شاء الله في وقتها. بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن عدنان وياي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سيادة الرئيس، تفضل اللاعبين والكادر التدريبي واللاعبين والاداريين كلهم يسمعون. مبارك لكم جميعا اخواني الاعزاء، الوفد بالكادر التدريبي والاداري الفني، الابطال، السود الرافدين. اليوم رسمتوا الفرحة على كل وجوه العراقيين بهذا الصباح المبارك. حياكم الله. إلى نهاية الحديث. هذا هو حديث رئيس الوزراء مع بعثة المنتخب الوطني العراقي مع عدنان درجال والوفد. المنتخب، الأموال اللي انصرفت على المنتخب والدعم اللي انصرف على المنتخب كان الأولى أنه من أول المشوار أن يصعد لمونديال كأس العالم وخلص، لكن ما توفق المنتخب، انصرف عليه ملايين الدولارات ومكافآت وإلى آخره. هسه بالنتيجة صعد إلى كأس العالم، والصعود إلى كأس العالم هو شرف، تشريف، لأن حتما أن المنتخب العراقي ليس بالمستوى المطلوب في الرياضة، ونحن متأخرين جدا في الرياضة خصوصا في لعبة الكرة، كرة القدم. أنا فقط أسأل دولة الرئيس، تعرف ايش جاب عندك شهداء حضرتك من الحشد ومن الجيش؟ كثير. لا أنه نتصور أنه فرحة تأهلنا لكأس العالم راح تنسى هاي الناس اللي حصل، لا أبدا، صعب جدا. دولة الرئيس، أنت الآن في أخطر مرحلة يمر فيها العراق. عليك أن تركز سياسيا، عليك أن تركز في اللي يحصل في البلد، وخصوصا من المؤامرات وغيرها. بعد أنه أود أن أبعث إليك يا دولة الرئيس، أنت رئيس وزراء العراق في الجنوب والشمال والغرب وكل العراق. أقول دولة الرئيس، أنا راح أشوفك مقطع وأشوف الرأي العام، قادر حضرتك على أن تسوي حل؟ شاهدوا هذا المقطع. دولة الرئيس، تقدر حضرتك تشيل التليفون وتخابر على الكاكا وتقول له أن يلقي القبض على هذا اللي هان العلم العراقي؟ دولة الرئيس، بقد ما راح تكرم المنتخب، تقدر أن تعاقب هذا الكردي اللي هان العلم العراقي، اللي تفل على العلم العراقي واللي وضعه وسحقه تحت حذائه، تقدر تعاقبه؟ اما عن إكرامية المنتخب ممكن اي شخص يقدر يكرم، قضية مو هنا دولة الرئيس، لا. التفت جيد دولة الرئيس، ولا تخلي الشيطان، لعن الله الشيطان، ان يزين لك غير شيء. والشيطان نوعين، اكو الشيطان الرجيم واكو قصي محبوبة. اتمنى ان تصل الرسالة. دمتم سالمين.